وانا بسكرول كده على النت على مجموعة صور، لقيت النيم بليد ديت او لوحة البيانات ديت. عجبتني اوي ان فيها حاجات كتير. محتاجين ان احنا نجيب لها تفسير او نعرفها لمجموعة الطلبة اللي معانا. طيب، اول حاجة ده جهاز كارير. تمام، عايزين نعرف كل حاجة عنه. يعني نيم بليت او لوحة البيانات بمجرد انا اشوفها اعرف كل تفاصيل، يعني ما معناه زي شهادة ميلاد الجهاز ده. تمام، اعرف كل حاجة عنه. يلا بينا بقى كده نخش على النيم بليت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. موضوع حلو ولذيذ. تعالى كده نشوف اول حاجة موجودة في النيم بليت ايه هي. هنا اول حاجة بيقول لي ايه، حتى هو جايب لك شكل الفيوز 32 امبير. ده القاطع، تجيب له قاطع 32 امبير. طيب، ايه تاني موجود عندي؟ عندي هنا كاتب لي هاي ولو. تمام، كيلو باسكال، اكيد ده الضغط. يبقى هنا بيتكلم على الضغط العالي 2960 كيلو باسكال، وهنا 1100 كيلو باسكال اللي هو اللو، الضغط المنخفض. عندي هنا حاجة بالجرام، وبص تحت كده بالكيلو جرام. ده وزن وده وزن. ايه بقى ده؟ هنا جايب لك الريفريجرانت الار 22، يعني مركب تبريد 22، وكمية الفريون اللي موجودة للجهاز ديت 1650، اللي هي الشحن الفريون بتاعه 1650 جرام. تمام. اما الكيلو جرام اللي تحت ديت ده بقى وزن الجهاز كله، وهنجيلها دلوقتي. طيب، قلنا ده فريون ريفريجرانت 22، ابقى عارف ان ده بيتشحن بفريون 22. طيب، نيجي بقى في حاجة مهمة. بيقول لي هنا كولينج وهيتنج، تبريد وتدفئة. تعالى بقى ناخد الايه المربع اللي فوق ده الاول كده. اول حاجة كولينج، جاب لي هنا كاباسيتي اللي هي السعة، يبقى السعة التبريدية للجهاز. بص بقى، جابها لك بوحدتين، البي تي يو لكل اور والكيلو وات. زي ما احنا عارفين، السعة التبريدية او السعة الحرارية لجهاز التكييف بتتقاس لا اما بالطن التبريدي، ده اكبر طبعا، اكبر وحدة، لا اما بالكيلو وات، لا اما تتقاس بالبي تي يو كل اور اللي هي بريتش ثيرمال يونت او الوحدة الحرارية البريطانية. طيب، هو جايب لك بالاتنين. انا معرفش هو جايب لك بالاتنين ليه، بس انت طبيعي كراجل فني تبريد تكييف او مهندس تبريد تكييف تعرف تحول بين الاتنين. يعني دي 30,000 بي تي يو، لو قسمتها على 12,000 جبتها لك بالطن التبريدي، يعني ممكن اكتبها لك 2.5 طن تبريدي. ومن الطن التبريدي عشان احول الكيلو وات بضرب في 3.5، ضربت ال2.5 في 3.5 ادتني 8.79، هو نفس القيمة اللي موجودة على النمبلتين، كيلو وات 8.79. طبعا زي ما قلنا كتير من الخطأ اللي احنا نحسب قدرة الجهاز بالحصان كقدرة حرارية. القدرات الحرارية اللي هو طن تبريدي، كيلو وات، بي تي يو لكل اور. طيب، نكمل كده مع بعض بقى. ريتد انبوت اللي بعدها اللي هي القدرة الكهربية، وجايب لي ريتد كارنت التيار بالامبير. جايب لي هنا القدرة الكهربية اللي هو بقى بيشتغل عليها، القدرة الكهربية اللي احنا بقى ممكن تحولها لحصان بقى، اللي هو الوات 3515. تمام، 3515 واط. لو انت عايز تحول من الواط للحصان بتقسم على 750 لو انت عايز حصان، يعني الواحد حصان فيه 750 واط. ماشي. عايز تحولها الكيلو وات كهربي مش حراري بتقسمها على 1000، يعني هتبقى 3.5 تقريبا. المهم، دي القدرة الكهربائية. اللي تحتها على طول بقى الامبير اللي هو بيسحبه الجهاز في حالة لو هو شغال على التبريد، 16.3 ايه امبير. تمام. في حاجة كده عدت عايز الفت نظركم ليها، ان الموديل بتاع الجهاز
كل شركة طبعا بيبقى بتكتب الموديل بتاعها بصيغة معينة، بيبقى شامل قدرة الجهاز. هنا حتى كاتب لك ايه 30 اللي هو 30,000 بي تي يو اللي هي الوحدة الحرارية البريطانية. يبقى أول ما أشوف هنا كلمة 30 أعرف إن ده قدرة 30,000 بي تي يو. ماشي. آخر حاجة خدناها هنا هو الريتد كارنت اللي هو الأمبير 16.3 لو أنا شغلته في حالة التبريد. خلي بالك الأمبير ده غير الأمبير ده. الأمبير ده اللي هو أمبير القاطع اللي أنت هتركبه لجهاز التكييف. طيب ماشي نكمل. هنا بقى معامل كفاءة الطاقة Energy Efficiency Ratio. ده حاجة بقى كده ايه زي السي او بي، بس خلي بالك ده يفرق عن السي او بي، وهقول لك ايه بقى حتة حلوة كده في الاخر. معامل كفاءة الطاقة اللي هو كفاءة الجهاز ده، يعني انا باخد منه قدرة حرارية قد ايه قصاد القدرة الكهربية اللي انا بديها له. ولما اجي بعمل مقارنة بين جهاز وجهاز في حالة التبريد بقارن الاي ار هنا بالاي ار هناك، واشوف مين اللي يديني اي ار اكبر اللي هي انرجي افيشنسي ريشيو، معامل كفاءة الطاقة. اللي يديني اي ار اكبر هو ده اللي يبقى افضل، يبقى بقى بيديني قدرة حرارية اكبر قصاد قدرة كهربية اقل، يعني هيوفر لي كهرباء، هيديني حرارة اكتر بكهرباء اقل. فدي حلوة جدا وحتة تكنيكاليتي كده جميلة اللي احنا نفهمها. بس خلي بالك هي ممكن هو جيب لك الوحدة بتاعتها بي تي يو لكل واط. بي تي يو حراري اللي هو 30,000 بي تي يو على واط كهربي، يعني قسم 30,000 على 3515 طلعت لك 853 تبقى بي تي يو لكل اور على الدبليو اللي هو الواط الكهربي. تمام. في ناس ممكن او في شركات بتعملها بتجيب لك الواط على الواط. تمام، يجيب لك الواط الحراري على الواط الكهربي. بس انا دلوقتي لما هاجي هعمل مقارنة بين الانرجي افيشنسي ريشيو بين الجهاز ده والجهاز ده لازم اكون مثبت الوحدات. هنا بي تي يو لكل اور لكل واط، وهناك نفس الكلام اجيب القيمة بتاعته بس بالبي تي يو لكل اور لكل واط. طيب تمام، ده كله لو انا شغلت الجهاز في الصيف شغلته تبريد كولينج. طب تفرق بقى لو انا شغلته هيتنج في الشتاء. تعالى كده نشوف الكلام ده. اول حاجة الساعة التبريدية للجهاز 31,000 بي تي يو، يعني لما باجي بشغله في التدفئة بيديني قدرة حرارية اكبر 31,000 بي تي يو، وبيديني هنا حتى الواط طبعا هيكبر. الواط الحراري هنا كان 879 هنا اداني 9 واط. وطبعا انا بقول لك بتجيبها ازاي. بحول من البي تي يو للطن التبريدي بقسمها على 12,000، ومن الطن التبريدي عشان احول للكيلو وات بضرب في 3.5 برضو تخليها معاك وفهمتك. لو عايزها بالطن التبريدي تعرف تجيبها ازاي. طيب ادي نخش بقى القدرة الكهربية. طب احنا خدنا القدرة الحرارية صح، ناخد بقى القدرة الكهربائية اللي هو بيستهلكها الجهاز. بيستهلك كهرباء قد ايه؟ ده بيستهلك كهرباء اقل 2755، ودي طبعا بقى عايزة كده يتعمل لها بقى شغل لوحده كده، ونعمل لها اثبات ليه الجهاز لما باجي اشغله في التدفئة بيسحب كهرباء اقل وبيدينا قدرة حرارية اكبر. تمام، بيسحب كهرباء اقل زي ما احنا شايفين كده. شوف الامبير بتاعه اللي جاي بقى اهو 12.3، كان الامبير اللي فوق كام 16.3، دي هنا اسف هتبقى 12.3، يبقى الامبير 12.3 امبير اقل لو انا شغلته في التبريد. ماشي. تعالى بقى على النقطة اللي بعد كده مهمة جدا، السي او بي coefficient of performance، معامل الاداء عندي. ايه ده؟ انت فوق اتكلمت جبت الاي ار وتحت بتجيب لي السي او بي. الاي ار اللي هي انرجي افيشنسي ريشيو دي بنجيبها في حالة لو احنا شغالين تبريد.
تمام. دي برضو بيجيب لي كفاءة الجهاز. وعندي السي او بي بجيبها لما بكون شغال في حالة التدفئة. هي نفس المعادلة اللي انا بجيب برضو سي او بي او الاي ار، بجيب القدرة الحرارية اللي انا باخدها من الجهاز على القدرة الكهربائية اللي انا بديها له، المستفاد على المعطى. انا استفدت ايه؟ حرارة. انا اديته ايه؟ كهرباء. نفس الكلام بس في التبريد بجيبها بصيغة الاي اي ار اللي هي الانرجي افشنسي ريشيو. اما في حالة التدفئة بجيبها coefficient of performance اللي هو معامل الاداء. يبقى بالتدفئة بجيب السي او بي بيساوي القدرة الحرارية على القدرة الكهربائية. القدرة الحرارية قد ايه؟ هنا 9.9 يعني هنقول 9. تمام. كيلو وات. طب انا عايزها بالواط، يبقى 9000 لان هقسم واط على واط. تمام. 9000 واط. طب القدرة الكهربائية بتاعتي قد ايه؟ بص كده، ريتد انبوت 2755 واط. اقسم هنا على ده يديني 3.3 ادي معامل اداء 3.3. يبقى عندي السي او بي لازم اوحد هنا فوق واط يبقى تحت واط. اما الانرجي افشنسي ريشيو بخليها ممكن بي تي يو على الواط او ممكن تبقى واط على الواط. بس في حالة المقارنة زي ما قلت، لو انا هقارن اي اي ار بجهاز تاني لازم يبقى الوحدتين زي بعض عشان اقارن الارقام ويكون قدرات الجهاز دي زي بعض. اللي يديني اي اي ار اكتر هو جهاز يبقى افضل لان بيبقى استهلاكه للكهرباء واستهلاكه للطاقة اقل. تمام. اتمنى نكون فهمنا بالفرق برضو يعني الجزئية دي كانت مهمة جدا، او النيم بليد دي كانت مهمة جدا اللي احنا نعرف الفرق في حاجات كتير، حتى من ضمنها الاي ار والسي او بي. امتى بجيب هنا اي ار وهنا بجيب السي او بي. طيب ايه اللي بعد كده؟ هنا بقى اللارا، الناس بتقول عليها اسمها لارا، هي ال ار اي اللي هي اللوكيد روتور امبيرج. ديت اقصى امبير للجهاز اللي هو 91 امبير. هو ممكن يبقى امبير الستارت، بس خلي بالك الامبير ده لو استمر عليه الجهاز فترة طويلة تنحرق ملفاته لو اذا ما تم فصل الضغط. تمام. يبقى ال ار اي ده امبير الخطر. تمام. اللي عنده ممكن تحرق ملفات الضغط لو استمر في سحب الامبير ده. تمام. وعندي في بعض الفنيين من ال ار اي بيقدر يجيب لك قدرة الجهاز. هوريها لك دلوقتي كمان، هوريها لك دلوقتي. بس نجيب اخر حاجة موجودة عندنا واحنا خدناها في البداية. عندنا هو الويت، عندي الوزن. وزن الجهاز 62.4 جهاز 62 كيلو جرام و4. طيب طبعا النقطة كده سايبينها كده للآخر، اللي هو علاقة ال ار اي اللي هو أقصى أمبير بالأمبير الحمل اللي هو الطبيعي خالص. تمام. في علاقة بينهم، في علاقة بينهم. وكمان في بعض الفنيين يجي يقول لك أنا من خلال معرفتي لقيمة ال ار اي اللي هو الأمبير ده أعرف أجيب قدرة الضغط بالحصان قد إيه حتى لو أنا ممسوحة من عليه. هو كلام فنيين، هو مش علمي قوي، مش دقيق جدا، بس في ناس بتعرف تجيبها. هقول لك برضو بتجيبها ازاي. اول حاجة معظم الاحيان في المواتير ان قيمة ال LRA بتكون من 5 ل7 اضعاف التيار الامبير اللي هو العادي اللي هو ال RLA اللي هو بيسحبه. انا عندي هنا لو انا بشتغل هنا تبريد عندي الامبير هنا عندي 16.3 صح. طب من معرفتي للقانون دوت او العلاقة دي اقدر اجيب ال LRA حتى لو هنا كانت مثلا ممسوحة ولا حاجة. طب تعالى كده نجرب ال LRA وانا معرفتي عارف ال RLA بكام؟ 16.3. 16.3 لو ضربتها في 5 يديني 81.5 قريبة من 91. طب تعالى كده، احنا قلنا من 5 ل7، من 5 ل7 اضعاف يعني ممكن يبقى 6 صح. اضرب في 6 كده هتلاقيها 97 امبير، يعني في الرينج اللي بين 5 و6. دي احنا بنقول ايه؟ اختلاف المواتير ده بيختلف من جهاز للآخر، بس في معظم الأحيان بيكون أباوت من 5 ل7. تمام. خلاص. تمام. طيب بعد الفين قلت لك من خلال معرفته
لل LRA يقدر يجيب لك قدرة الجهاز. ده شغل فنيين. طب تعالى كده نثبتها كده، تعالى نجيبها مع بعض. عندي هنا بيقول لك لو الجهاز ده شغال 1 فاز او 220 فولت اهو، 1 فاز 220 ايه فولت، الهورس باور بتاعه بجيب قيمة ال LRA واقسمها على 24 ده اهي. طب ال LRA كانت بكام؟ كانت ب91 على 24 اداني 3.8 هورس باور. تمام. خلي بالك لو كان اللي شغال على 380 بقسم على 12، بس احنا بتاعنا شغال على 24. طب تعال نشوف كده قدرة الجهاز بتاعنا قد ايه بس بالحصان. هو موجود عندي هنا بالواط. طب تعال نجيبها بالحصان. ما انت عندك الحصان فيه 750 واط، واقدر احول من الواط للحصان اقسم على 750 يديني 4.6 هورس باور. اكشوال ده الفعلي. يبقى هو جاب لي القيمة بس قريبة منها، مش هي بالظبط. تمام. احنا بنتكلم في 1.2 حصان فرق. تمام كتير. بس بقول لك السوق بيشتغل بالطريقة ديت، اما علميا بتبقى صعبة شوية اللي انت تجيبها بالظبط. تمام. زي ما انت شايف كده انا جبتها لك الاكشوال الفعلي 4.6 هورس باور. اللي بيشتغل بالمعادلة دي بيطلع القيمة قريبة منها. بكده نكون احنا انتهينا من الفيديو. اتمنى يكون في استفادة ببعض الامكان، قدرنا نفيد اي حد يتفرج على الفيديو ده. شكرا جدا. في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.